يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المباراة القادمة في بطولة الدوري المصري، وذلك بعد حسم التأهل رسميا للدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية كأول المجموعة بعد الفوز على فريق أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجزائر. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة ال14 لبطولة الدوري المصري يوم الخميس المقبل 29 فبراير في 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويتواجد نادي الزمالك في المركز ال13 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة بعد خوضه 9 مباريات، بينما يتواجد فريق الداخلية في المركز ال17 برصيد 8 نقاط. ويتبقى لنادي الزمالك 5 مباريات مؤجلة في بطولة الدوري المصري أمام كل من الاتحاد السكندري والأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش. وأوضح طبيب الزمالك عن التشخيص المبدئي لإصابة أحمد سيد زيزو بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبو سليم في الكونفدرالية، وأكد أن حالته مطمئنة ولن يحتاج لفترة طويلة للعلاج، وسيلحق بنسبة كبيرة بمباراة نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي. ويسعى نادي الزمالك لمواصلة الأداء المميز الذي ظهر به الفريق في مباراة أبو سليم في الكونفدرالية والفوز في المباراة القادمة في الدوري المصري وحصد ال3 نقاط، وذلك في مشوار الفريق نحو استعادة اللقب.